قاعدين عادي في امان الله، رمينا الكلمتين اللي بعد الماتش، يعني كان الواحد محمل شويه كلام كده وقالهم فجاه. ما بهتمش دايما ان انا اشوف المؤتمر الصحفي بتاع بعد اي ماتش يعني، ولا حتى الاستوديوهات ده ما بهتمش ان انا اشوفه. بس سمعت كلمتين كده من وائل الجمعه وبتاع وما كملتش عادي. المهم بعدها بشويه لقيت مؤتمر كولر، الناس عماله تتكلم كولر 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 والمترجم في ايه. الصحفي حسين غريب سأل سؤال قال له الصفقات وانت اللعيبه اللي بتعرض عليك، فكولر رد والمفروض المترجم يستنى. فهو يعني كولر الكلام اللي اتقال لا، حسين غريب بيقول له لا ايه، مش فاهم يعني لا مفيش صفقات ولا لا ايه. فهو رد بكلام، طبعا كولر بيتكلم الماني، فالمترجم ما رضاش يتكلم ودخل معاه في نقاش، فالنقاش نهايته خلصت بان لا تعليق. بعدها بشويه كده لقينا بقى ايه كذا حد، يعني المفروض ان هو بعت الكلام ده لحد الماني او اي اي فترجم له الكلام. فتفاصيل الحديث كانت كالتالي: ان كولر قال انا اصلا ما تعرضش عليا لعيبه وانا طلعت قلت الكلام ده قبل كده. فالمترجم ما ترجمش الكلام ده وقال له ان الاجابه دي مش هينفع تتقال علشان خاطر ده، الكلام ده كله الماني، ده زي ما بنقول التقارير اللي طلعت او الناس اللي ترجمت الكلام ده، ان هو ما ينفعش ان احنا نقول الكلام ده عشان خاطر ما يحصلش مشاكل في الفرقه. فكولر قال له طب انت مش عارف تترجم يعني؟ لو مش عارف تترجم قول لي. فراح المترجم رد عليه قال له الرد اللي انت قلته ده مش رد دبلوماسي. والنهايه الحوار انتهى بلا تعليق. انا مش فارق معايا مين المترجم، ومش فارق معايا مين اللي راح الجوادي، او مش فارق معايا المترجم الحالي. انا في النهايه اللي يهمني الفرقه. بس ليه احنا وصلنا للمرحله دي؟ ليه وصلنا لمرحله ان في تعليمات راحه للمترجم ان انت ما تترجمش الا الكلام اللي ينفع يطلع؟ ده راجل مدير فني، انت لو مش مستأمنه او انت شايف ان هو ما ينفعش يطلع قدام الاعلام ويتكلم لوحده، عادي ممكن تقول له يا ما تطلعش، وانت الغرامه كل مؤتمر صحفي انت كنادي او انت ككولر تشيلها برضه، القصه مش فارقه معانا. او ان انت تقول له يا معلم خلاص تمام، احنا الكلام اللي انت بتطلع بيه بعد كل ماتش ده مش نافع معانا ومع السلامه. وقتها ان احنا عارفين ان الموضوع كبش فدا وهتمشي المترجم وتمشي كولر، فتمام. لكن الحقيقه اللي بيحصل في الاهلي حاليا ده مسؤوليه اداره 100%. لو افترضنا ان هو المترجم واخد التعليمات دي نقطه، انت ما عرضتش لعيبه، الصحفيين اللي عمالين يطلعوا يتكلموا في لعيبه في واحد واثنين وثلاثه واحنا عرضنا واحنا قلنا وبتاع، مستحيل يبقى على الهوا بيحصل حوار زي ده ويبقى الموضوع بالاتفاق عشان خاطر ما يبانش ان في لعيبه الاهلي بيتفاوض معاها. الموضوع ده مستحيل. فاللي احنا وصلنا له ده انا مش عارف احنا وصلنا له ليه، مش عارف ممكن نوصل لايه تاني غير كده، او الخطوه الجايه هتبقى ايه. بس الحقيقه حال الاهلي دلوقتي صعب.